هاري بوتر عدد أجزائه 11 مش 8، وتعال أقول لك إزاي. بس حيث ان الشتاء دخل في شهر 12 وشهر واحد لازم نعمل ريواتش سنوي لسلسلة هاري بوتر، لانها واحدة من اجمل السلاسل اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. والسلسلة مكونة من حتتين، الثمان اجزاء بتوع هاري بوتر وثلاث اجزاء بتوع فانتاستيك بيستز. وخليني سريعا اقول لك الاجزاء. عندنا فيلوسوفر ستون وتشامبر اوف سيكريتس وبريزنر اوف اسكابان وجوبلت اوف فاير واوردر اوف فينيكس وهاف بلاد برنس وديسلي هالوز واحد واثنين. وبعدها سلسلة فانتاستيك بيستز هم ثلاث اجزاء، وير تو فايند ديم وكرايمز اوف جريندلوالد وسيكريتس اوف دامبلدور. احداث سلسله فانتاستيك بيستس بتحصل قبل سنين كتيره من احداث هاري بوتر، وبتركز على الساحر الشرير جريندلوالد واللي كان عامل دوره جوني ديب، بس بعد مشاكله مع امبر هيرد الاستوديو مشاه وجاب مكانه مادز ميكلسون يعمل دور جريندلوالد. بس للاسف برغم ان السلسله دي كان عندها بوتنشال انها تكون حلوه وانا شخصيا كنت بحبها، الا ان السلسله دي وقفت ومش هيعملوا منها اجزاء تاني. وعموما جريندلوالد كان ساحر قوي وكان مسيطر على العالم في القرن ال19، فاحنا بنتكلم على حد قدر يقف قصاد دامبلدور في عزه. والسلسله دي برضه صدمت اللي ما قراش الكتب ان دامبلدور طلع بسكليتة وكان بيحب جريندلوالد. وحاليا بيتم تصوير مسلسل هاري بوتر واللي هيتعرض سنه 2027، واللي هيحكي قصه هاري بوتر من الاول بقى، من اول فلوسفرز ستون. بس طبعا ينصح بريواتش سلسله هاري بوتر خصوصا في الشتاء. وبكده تكون عرفت